اول ما بدات قصه الكتابه بسرعه دي بداتها عشان انا شغال في مجال البرمجه، فكنت كل ما احتاج اكتب كود مثلا ابص على الشاشه، بعد كده ارجع ابص على الكيبورد ادور على الحرف اللي انا عايزه ادوس عليه، وده بياخد وقت ومجهود كتير جدا. فكان الحل ان انا اتعلم الكتابه بسرعه. ده بالنسبه لمجال البرمجه، لكن باقي المجالات برضو كنت بتحتاج تتعامل مع الكمبيوتر وتقدر تكتب بسرعه وغيره. والكتابه على الكمبيوتر او التعامل مع الكمبيوتر والكتابه على الكيبورد بسرعه هتفيدك ايا كان مجالك. لو انت دكتور، لو انت مهندس، لو انت مدرس، لو ايا كانت الشغله اللي انت شغالها، صدقني هتحتاج تتعامل مع الكمبيوتر. لو انت ركزت في شغلك مثلا وبصيت على الناس الناجحه فيه، هتلاقيهم ان هم بينزلوا ماتيريال على الانترنت وبينزلوا دروس وحاجات كده، فهم ما كانوش هيقدروا ينزلوا كده لو هم ما بيعرفش يتعامل مع الكمبيوتر. واساسيات التعامل على الكمبيوتر ان انت تكتب على الكيبورد وتتعامل مع الماوس وكده. فانت لو انت بتعرفش تكتب بسرعه، فانت صدقني مش هتعرف تتعامل مع الكمبيوتر خالص. هيبقى الموضوع صعب جدا، ويبقى تعامل سطحي، يعني هتبقى علاقه سطحيه كده، اللي هو بتدخل تدوس تتفرج على فيديوهات، لكن ان انت تتعامل معاه لا، مفيش خالص. فالكتابه على الكيبورد بسرعه مش اختيار خالص، لا ده اساسيات من اساس الكمبيوتر ولازم تتعلم. طب حلو قوي، اكيد دلوقتي بتسال نفسك انا هاخد قد ايه وقت عشان اتعلم حاجه زي كده؟ هتحتاج من 10 ل 15 ساعه عشان توصل لليفل متوسط، اللي هو بتوصل ل 40 كلمه في الدقيقه، وده مستوى كويس جدا. فالموضوع هيكون سهل جدا. انت لو اشتغلت ساعه كل يوم، فمن 10 ل 15 يوم هتكون خلصت ال 15 ساعه بتوعك. بس ده انا ما بفضلهوش خالص. الاحسن بالنسبه لك ان انت تاخد ربع ساعه، 10 دقائق في اليوم، نص ساعه بالكتير جدا. واي نعم المشوار هيطول، بس هتبقى مستمتع بالرحله، وده اهم حاجه. حاول ان انت في شغلك في حياتك ان انت تبقى مستمتع بالحاجه اللي بتعملها، ما تخليهاش تبقى عقبه قدامك او حاجه بتخليك متقدر مثلا. ف10 دقايق كويس جدا في اليوم، وكمل على كده، مش هتحس بالملل، هتحس ان انت مستمتع باللي انت بتعمله. في الاخر عادي، عايز تشتغل ساعه في اليوم، نص ساعه، او حتى 10 دقايق، ده عادي جدا. اتس اب تو يو، ده اختيارك وده مستقبلك انت، وانت اللي هتحدد مستقبلك. طبعا عشان عارفك نبيل دلوقتي بتسال نفسك هتعلم حاجه زي كده منين؟ انا شخصيا اتعلمت من موقعين. الموقع الاول اسمه طباعه دوت كوم. الموقع ده بيعلمك حرفيا من الصفر، من اول ما انت بتحط صوابعك على الكيبورد، يعلمك ازاي تكتب بالعشر صوابع، لغايه ما تتعلم ازاي تكتب مقالات كبيره بسرعه. الموقع الثاني هو هذا الموقع الاقرب الى قلبي، واسمه تايبنج دوت كوم. تايبنج دوت كوم ده من اجمل المواقع، بتقدم تجربه مستخدم جميله جدا. فمن الحاجات الجميله اللي فيه ان هو بيقدم لك فيديوهات قصيره كده. الفيديو بيعلمك ازاي تعمل ماسل مايند كونكشن، اللي هو تواصل عضلي ذهني، ان انت تعرف تركز مع الشاشه وتكتب من غير ما تبص للكيبورد خالص بسرعه. يعني هو بيقول لك كده كم توتوريالز ان هو يعلمك تعمل كده بسرعه، فده جميل جدا. والاجمل من كده ان هو الكلام اللي بيخليك تكتبه وتتمرن عليه مش كلام وخلاص، لا ده قصص وروايات صغيره بيبقى ليها هدف، فانت منه انت اكتسبت الوقت بتاعك ده، اتعلمت حاجه جديده، وفي نفس الوقت اتعلمت مهاره الكتابه بسرعه. فالموقع ده حرفيا اجمل موقع ممكن تتعامل عليه. وكده ابقى عرفتك على الطريق. بس استنى قبل ما تمشي، اخر حاجه اقولها لك، نصيحه مني، قبل ما تبتدي طريقك خش على موقع اسمه تايب ريسر. الموقع ده هتعمل عليه بس اختبار مدته دقيقة، مش هياخد من وقتك حاجة. هيشوف انت سرعتك قد ايه في الكتابة دلوقتي، وبعد 4-5 ايام كده من تجربتك على الموقع، اذا كان تايب دوت كوم او طباعة، ارجع تاني على تايب ريسر وشوف سرعتك وصلت قد ايه. اما تلاقي نفسك بسرعتك زادت، هتحس بالانجاز وتكمل طريقك. وبس كده. يا ريت لو انت كملت الفيديو للاخر، شكرا جدا ليك. بس لو وصلت للاخر، انزل تحت في الكومنتات واكتب وصلت، وما تنساش وانت طالع تدوس على السبسكرايب وتعمل لايك. وكان معاك حمدي فرج، حمدي من كويك تك. السلام عليكم.